الصراع العلماني الليبرالي ضد التيارات الإسلامية تعدى حدوده. الصراع ما بقاش بس ضد تيار سياسي بيحصل فيه انتقاد لمنهج سياسي. صراع العلمانيين والليبراليين اتنقل بقى ضد الإسلام. أي مظهر إسلامي بينتقدوه. لما هما دلوقتي لسه مش في الحكم وما وصلوش للحكم وبينتقدوا كل مظهر إسلامي، مش بس انتقاد بالكلام، بالقرارات. طب دلوقتي لما نيجي نسمعهم بيتكلموا عن الحرية، نسمع مثلا الدكتور حمزاوي بيتكلم عن الحرية بيقول ايه؟ الديمقراطية كمان بتعني ان من حق المواطن ان هو يشعر بان هو حر في اختياراته. مفيش ديمقراطية مش قايمة على الاختيار الحر، الاختيار الشخصي الحر والاختيار الاجتماعي الحر والاختيار السياسي الحر. يعني انا حر في اختياراتي، اذا كان اختياري ده اختيار شخصي او اختيار سياسي. مش بس كده، دكتور حمزاوي لما اتكلم بعد كده اتكلم ان الحرية كمان ممكن تعارض الدين، ووافق على كده. قال ان ممكن المسلمة تتزوج مسيحي رغم ان ده مخالف للشريعة. نسمع كده دكتور حمزاوي قال ايه؟ في جواز مدني وفي جواز ديني، ولما بيحبوا يتجوزوا بين الطوائف. انت شايف ان في مصر يبقى في جواز مدني؟ ده من حيث الحرة. انا شايف عشان اكون متفق مع نفسي ان في احوال شخصيه وفقا للشرائع السماويه للشريعه الاسلاميه ولشرائع غير المسلمين في مصر، ولازم يكون في اختيار متاح للمواطنين ان هو من اراد ان يدير علاقاته الشخصيه بصوره مدنيه يبقى في قانون مدني بينظم المساله دي. انا بص، الفكره الديمقراطيه كلها قايمه على تعظيم الاختيار، مش بس عشان حاضر. يعني انت شايف تعظيم الاختيار. موافق؟ انت بتسالني انا موافق؟ طبعا موافق ان هو يكون متاح كاختيار. ان واحده مسلمه تتجوز واحد مسيحي، انا مش شايف ان دوت في اي. انا يا فندم بفهم. اسمع، انا عارف، انا بقول لك رايي بصراحه. هل اغلبيه المجتمع هتوافق على رايي ولا لا دي حاجه ثانيه، لكن عشان اكون متفق مع افكاري ومع قناعاتي انا شايف ان الاختيار دوت لازم يكون متاح للمواطنه وللمواطن، ان في احوال حر. دي ديمقراطيه بالظبط. وبعدين انا كمواطن مصري دلوقتي لما اجي اختار حد يمثلني او اختار حزب انتمي له او تيار انتمي له، واسمع العلمانيين والليبراليين بيتكلموا عن الحرية وبيهاجموا في نفس الوقت الحرية. يعني ايه اقول الانسان حر في اختياراته ومن ناحية تانية ابتدي اهاجمه في ابسط حقوقه حتى في لبسه؟ رأسه في الجامعة دلوقتي الحجاب وأصوله والنقاب، والولية تطلع خرملك عين واحدة كده. مين ده؟ القنطروس مثلا. المرأة بقى زي موحد، بقوا زي العساكر، تشوفوا في الشارع حتة عساكر كلهم، حولوا نسوان الغفر من الآخر. هل حضرتك يعني لا تمانعين في علاقة بين رجل ورجل أو امرأة وامرأة؟ مش انا اللي امانع. لا بس حضرتك رأي شخصي. انا شخصيا ما حصليش، يعني انا بحكم تربيتي وظروفي وحياتي كل حياتي كانت علاقتي الجنسية مع الرجل. الجنسية لا بالنسبة للآخرين لكن الآخرين هم أحرار. أنا لا أمانع، أنا لي أصدقاء وصديقات بيحبوا نفس الجنس. كل واحد حر. يعني كل واحد حر. الشواذ أحرار، لكن تتحجب لا. لو واحدة اتحجبت ده يبقى مخطط لتحجيب مصر. لكن ان في تخطيط لتحجيب مصر كلها، ان انا بحس بحزن لما الاقي طفله عندها 2 سنين احيانا وانت عارف ويبقوا موجودين ومحجبينها. ده كلام انا بعتبره فرز طائفي في الشارع المصري، ربنا يعلم هيودينا فين. وبعدين الشعر ده ما هوش الحاجه، يعني ده انت لو قصيت دلوقتي شعر اي حد مش هيحس. يعني الشعر ده في رايي انا ما هوش حاجه يعني مغريه قوي، ومش عارفه انا الرجاله العرب والمسلمين كلهم فجاه كده بقى الشعر هو ميزان الجذب الجنسي. انا مش قادر افهم يعني. عايزين بس نرسي قواعد الحريه كما يجب ان تكون، بمعنى يعني لا ضرر ولا ضرار. انا مش بعترض مثلا ان مدام فريده مش لابسه الحجاب، وهي ليه تعترض؟ انا يعني ده حاجه خاصه بيا، دي حريه شخصيه. اللي عايز يتخلى عن جزء من ملابسه هو حر، واللي عايز يستر نفسه ويرتدي جميع الاجزاء الخاصه بيه في ملابسه هو حر برضه. انت ترين ان الحجاب قضيه شخصيه، اللي تحب تتحجب تتحجب، واللي ما تتحجب تتحجب، المفروض ما حد يضغط عليها. طيب لماذا ذكرتي حضرتك ان لو بنتك تحجبت فتتبرئي منها؟ لانها ابنتي.
اذا انت ترهبيها. ويجب ان تؤمن بما اؤمن به، تلغي عقلها وتؤمن بما تؤمنين به انت. لا الغي عقلها اطلاقا. طيب اذا انت لها حريه شخصيه. هل فعلا هي حرية مطلقة؟ هل فعلا هم بيؤمنوا بحرية اختيار الفرد؟ الواقع غير كده تماما. انت حر، بس انك تختار ما هو ضد الدين، ما هو ضد المنطق، ما هو ضد الفطرة. كل ما هو مخالف للدين انت حر في اختياره، وكل ما وافق الدين انت مش حر في اختياره. لكن اي رمز ديني او شكل ديني لواحدة محجبة، لواحد ملتحي، لأي شيء إسلامي، دي مش حرية في وجهة نظره. ما جيش اعمل تمييز طائفي في المكان، انه ده مسلم وده مش مسلم. يعني هبه اللي هيشوفك هيقول انه هذه المضيفه مسلمه وهذه المضيفه وده حديث. انا هقول لحضرتك يبقى انا عملت عمليه فرز للمضيفات. المسيحيات يا استاذ وائل، زمايلنا المسيحيات والمسيحيين اللي معانا على الطياره كباتن وضيافه بيبقوا حاطين الصليب حضرتك هنا وهنا، وبيقدموا للراكب بيبقى باين هنا وبيبقى باين يعني هي عايزه تقول لك التمييز موجود. ده ممنوع في الشركه. في ده ممنوع. ده ممنوع. انا ضد ده على فكره. انا ضد. اوكي. ضد. هي ضد الحجاب وضد الصليب لانه رمز للطائفيه. طب دلوقتي هي لما خدت القرار هجمت المحجبات، ما هجمتش المسيحيات والمسيحيين اللي حاطين الصليب. دي حاجه. تاني حاجه، ليه المحجبه هي اللي رمز للطائفيه؟ لو جينا نشوف القاعده العريضه في مصر هنلاقي 85% من مسلمات مصر محجبات، يعني غالبيه نساء مصر محجبات. الشاذ عن القاعده اللي مش محجبه. فهي لانها مش محجبه فشايفه ان اللي محجبه هي اللي بتعمل طائفيه، رغم ان العكس ممكن يكون هو اللي صح. هي موحد. الخطوط البريطانيه حضرتك سامحه تحت بند الحريه الشخصيه للمضيفه الجويه المسلمه انها ترتدي حجاب الراس وليس كاب. عمري ما شفت وليس غطاء راس. لا انا معايا صور. ولو ممكن بغض النظر لو يعني دي مضيفه جويه عن خطوط البريطانيه. اهم من الكاميرا تشوفها. نشوفها انا كمان. ومن الافكار العلمانيه برضو ان هم يصرحوا بالدعاره. اتسألت سؤال في احد البرامج في احد القنوات الفضائية، هل انت مع الترخيص بالدعارة؟ فانا قلت انه بعد اللي احنا بنشوفه ده قد تكون الترخيص بالدعارة لصالح المجتمع وليس ضده. وطبعا الدكتور خالد منتصر بين لنا في كلمة واحدة بس ايه هو الفكر العلماني. وثلاثي الله الدين الوطن مرفوض. ايه دخل الله بالسياسة؟ ايه دخل الله بالسياسة؟ ايه دخل الله بالسياسة؟ ايه دخل الله بالسياسة؟ من حق المواطن البسيط انه يفهم يعني ايه حرية في المنظور العلماني، وده كان دورنا. احنا مش بنهاجم العلمانيين، احنا بس عرضنا بعض الحقائق وبعض الآراء وبعض الاتجاهات اللي تبين للشارع المصري يعني ايه علماني. والسلام عليكم ورحمة الله.